ماما خرجت وانا بقى ايه، نفسي ادور في الدولاب بتاعها كده على حاجة حلوة البسها، يمكن الاقي حاجة تعجبني. ايوه، البلوزة دي جميلة. وايه ده؟ ده فستان فرح ماما، ماله مصفر كده، وماما محتفظة بيه ليه لحد دلوقتي. وايه الكراسة دي؟ وايه الكلام اللي مكتوب فيها ده؟ يوم طلاقي 15/6/2004. السبب الأول، شيماء عندها 2 سنين أبوها هياخدها. والسبب التاني، يوسف في بطني هيتربى يتيم. والسبب التالت، أبويا هيقتلني لو رحت له متطلقة. ايه الحاجات دي وايه الكلام ده؟ بتعملي ايه في حاجاتي يا شيماء؟ ايه ده؟ ايه ده يا ماما؟ انت بقالك 20 سنة مطلقة ومفهمانا ان انت أرملة ومستحملة ضرب وإهانة علشاننا. انت لقيتي الكراسة دي فين؟ هو انا دايما اقولك ليه مستحملة تقولي لي علشانك انت واخوكي؟ تقولي لي ده نصيب. طلع انا واخويا احنا اللي نصيبنا كده، وانا اللي كنت فاكراكي قدوة طلعتي جبانة. في ايه يا جماعة؟ صوتكوا عالي جايب اخر الشارع. هو انتوا بتتخانقوا على الورث من ورايا ولا ايه؟ ورث؟ ورث ايه؟ ما انت مش هنا، نايم في مية البطيخ. تعال شوف امك طلعت متطلقة مش ارملة. يعني ابوك طلع عايش ومطلق امك واحنا اللي دفعنا التمن. ايه ده؟ وانا اللي كنت فاكر ان ابويا مات في حرب الكويت. سامحوني يا ولاد، غصب عني، كنت فاكرة اني كده بحميكوا. الحقني يابا الحقني. في ايه يا بنتي يا نعمة؟ العيال عرفوا كل حاجة، عرفوا انني متطلقة مش ارملة. يعني عرفوا ان انت متطلقة؟ ما البلد كلها يا بنتي عرفت ان انت متطلقة. هو انت فاكرة نفسك مخبية؟ عرفوا انني استحملت كل حاجة عشانهم. دي شيماء دلوقتي عايزة تفسخ خطوبتها وبتقول الرجالة كلها يطلعوا زي ابويا. ما هي الرجالة كلها فعلا زيه. الواد اللي كان متجوزك ده ضربك في اول اسبوع جواز، وجيتيلي متعورة ومعيطة، قلتلك اتطلقي، قلتلي لا عشان خاطر العيال. ادي اخرة مخك الناشف. كنت عايزاهم يتربوا في بيت ابوهم يابا. بيت ابوهم ده كان سجن وانت السجان. قوليلي يا بت، الكراسة اللي بنتك لقتها ولقت فيها الكلام ده لسه موجودة؟ ايوه موجود يابا. هاتيها هنا عشان احرقها قدامك. كفاية بقى 20 سنة وانت دفنة نفسك. سلام عليكم يا حاج سعيد. وعليكم السلام يا حاج فوزي، أؤمر. انا عايز كيلو ريش. الله صحيح بقولك، هي بنتك نعمة أرملة ولا مطلقة؟ أصل الحارة كلها بتتراهن. أرملة يا روح أمك، جوزها مات من يوم ما مد إيده عليه. ايوه اللي بتخبط جاي اهو. مين حضرتك؟ انت مش عارفني يا ابني؟ أنا عادل أبوك. ابويا ده ايه؟ ابويا مات في حرب الكويت. انت مين؟ أنا عايش يا ابني، أنا ما متش. أمكوا خبت عليكوا. أنا اتغيرت وبقيت صاحب شركة وجاي علشان أصالحكوا. انت جاي ليه؟ عايز ايه بعد السنين دي كلها؟ عايز ايه بعد ما رميتنا 20 سنة؟ ده انا امي كتبت عنك 47 سبب للطلاق. أنا جاي ألم شمل العيلة واخدكوا تعيشوا معايا في الفيلا. فيلا؟ خلاص بقى عندك فيلا؟ ده انت كنت بتنيمنا من غير عشاء. كانت غلطة يا نعمة، ما كنتش عارف قيمتكم، كنت شاب طايش. اقرا الكراسة بتاعتك كويس، هتلاقيكي كاتبة فيها في الآخر لو رجع يعتذر أنا هسامحه علشان خاطر العيال محتاجين أب. ايه يا ماما؟ هتسامحيه بعد كل ده؟ يبقى انا كمان هسيب خطيبي؟ ما الرجالة كلهم زي بعض. طب طالما انت بقيت غني بقى ومعاك فلوس كتير، فين نفقت 20 سنة اللي فاتوا؟ هات 2 مليون جنيه وبعدين نتفاهم. اطلع بره يا عادل، اطلع. انا عمري ما هسامحك بعد اللي عملته وبعد السنين دي كلها، مش ممكن ارجع لك. يلا يا نعمة، ارمي الماضي بتاعك، ارمي الكراسة بتاعتك دي في النار. دول 20 سنة يابا، كتبت فيها كل دمعة نزلت من عينيا وكل موقف. دول 20 سنة مش اي حاجة. سامحيني يا ماما، وانا اللي افتكرت الجبانة، اتاريكي كنت مستحملة علشاننا. وانا كمان سامحيني، انا قلت عليكي نكدية، ما كنتش اعرف انك شايلة جبل. انا هحرق الكراسة بايديا علشان بنتي ما تورثش الذل، وعشان ابني ما يكرهش اسمه.
من النهاردة مفيش أسرار، واللي يسألك انت مطلقة ولا أرملة قوليله أنا ست ب100 راجل. الله، ريحة الكراسة وهي بتتحرق أحلى من ريحة الكباب. يلا جاتك ايه يا واد يا يوسف، ضحكتنا واحنا ملناش نفس نضحك. النهاردة خطوبتي يا ماما، مش قادرة أصدق، أنا فرحانة قوي. أنا خلاص مش هفسخ الخطوبة وهتجوز، بس بوعدك لو مد إيده عليا هكون أول واحدة تطلب الطلاق، مش هستنى 20 سنة. وخدي الكراسة دي، اكتبي كل حاجة حلوة بس، لكن الحاجة الوحشة اوعي تكتبيها. لكن انا بقى قفلت صفحة الماضي. أبويا اداني فلوس الدروس كمان. بتقول مين؟ أبوك؟ أيوة أبويا ده. ايه وابوه يا بنت، مش عاجبك ولا ايه؟ انا صحيح جده بس انا اللي ربيته. انا جزار بس بعرف اربي. الا بالحق يا نعمة، جوزك جاي ومصمم انه يرجع لك. انا خلاص يابا قفلت صفحة الماضي، انا مش ممكن ارجع له تاني. والحمد لله عيالي فهموني وسامحوني. ده جايب محضر معاه وبيقولوا انه هيطلبك في بيت الطاعة. بيت الطاعة؟ قوله دلوقتي في خلع يا روح امك. وانتوا بقى ايه رأيكم في اللي حصل ده كله؟